السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. دلوقتي هعمل لكم طريقة المسقعة على طريقة مامتي. دلوقتي البت غسلت البتنجان والشطة وبنقطعها. بنقطع البتنجان حلقات، وبعد ما بتقطعه هتقطعه 4/4. اللي هتلاقيها كبيرة هتقوم مقطعها 4/4. وبعد كده اهو هنكمل تقطيع البتنجان اهو. بتقطعه يا جماعة. صلوا على النبي يا جماعة. اهو الحمد لله. اكلة خفيفة ويومه يعدي. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. يومه يعدي من ايام ربنا المباركة بإذن الله. معلش انا كنت باكلها بقى عشان كان طعم زي العسل. طبعا الحمد لله على كل شيء. والله العظيم انا تعبانه يا جماعه، بقالي فتره كده تعبانه. ادعوا لي يا رب، ادعوا لي ربنا يشفيني يا رب، ادعوا لي. والله رحت لدكتور القلب وكتب لي على علاج كتير وبرضه ما عمليش اي فايده. الحمد لله على كل شيء. دلوقتي خلصت التقطيع اهو. اخر شويه في الباذنجان اهو. الحمد لله. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. ادعوا لأهل غزة يا رب. ربنا يا رب بإذن الله يشيل عنهم يا رب. غزة وسوريا واسمه ده قول معايا. اهو حطت الملح اهو يا رب. عشان لو فيها مية البتنجانات عشان ما تشربش الزيت. طبعا ده كله توفير بإذن الله، وعشان ما يشربش الزيت ويبقى خفيف كمان على الأكل. عشان انا باكل اي حاجه باكلها باذن الله. الحمد لله. اهي هتقطع اهو الشطه. طبعا الشطه ديت احنا نحسبها بارده، طلعت حاميه، وانا غلط على القلب الحاجات الحاميه. طبعا اكلت منها حاجات بسيطه الحمد لله. كل اللي يجيبه ربنا كله كويس للواحد. اللي كانت في الطبق الصغننه دي كانت نونو فلفلايه روميه. طبعا الفلفل القاب احنا نحسبه بارد. وطبعا احنا بنقطعه ليه؟ عشان ده طريقة غير الطريقة الزمنية. كانت العيال بتصطاد البطاطس زمان من مسقعة اللي كنت بعملها هم وعيالي هم كانوا صغيرين. دلوقتي بقيت اقطع البطاطس 4/4 والشطة والبتنجان، عشان كل اللي ياكل شطة مع بتنجان مع بطاطس كلها تبقى تاكل مع بعضها، عشان ما فيش حاجة تتفضل منها. دلوقتي اهو جبنا البطاطس اهي وهنقشرها. جبنا القشرة دي ب10 جنيه، اللي عايز يجيبها من السوق كانت جايباها، عشان ديت ما بتاخدش البطاطس في التقشير. ده دعاء تيسير الحال، دعاء الكرب. لو انت زعلانه يعني ربنا يا رب يسهل كل واحد، ربنا يفكها علينا يا رب جميعا يا رب. الحمد لله. صلوا على النبي يا جماعه. اهي بتقشر البطاطس. القشره دي حلوه قوي. لو حد عايز يجيبها يبقى من السوق دي ب10 جنيه يا ستي. ده حاجه بسيطه، ما تجيش بكيلو طماطم. حق كيلو طماطم اللي عايز يجيبها. المهم اهو قشرتها اهي. بتقشرها وبعدين هتقطعها. والله كنت زمان انا وصغيره كنت اخد نصها بالسكينه، كانت امي تقعد تزعق لي. الحمد لله دلوقتي لا. كانت بتقشرها بالسكينه. البطاطس بتتاخد نصها في السكينه، لكن دي قشرتها خفيفه حلوه. الحمد لله على كل شيء. دي بطاطس قلي صح؟ دي البطاطس بتاعت القليلي. طبعا احنا هنعمل شويه مسقعه عسل تستاهل بقكم. اهي البطاطس اهي قطعناها طويله اهي، وبعدين شرايح، وبعدين اتقطعت اهي. انا كده دي كانت قطعه كبيره، ده بعد كده هعيد تدورها تاني واقوم مقطعه صغننه. هي هتقطعها تاني عشان اللي ياكل بتنجانية، حته بتنجانية على حته بطاطاية على شطه. طلعت الشطه والله حراقه. طبعا احنا عاملين شويه مسقعه حلوين كتار عشان بنسحب منها في الفطار في الغدا، يعني وقت ما بناكل، يعني على حسب ما بناكل.
صلوا على النبي يا جماعة. معلش عشان صوتي رايح شوية، والله رحت للدكتور واداني العلاج وزود لي علاج كتير وبرضه ما عمليش اي نتيجة. تعبانة، بحس عارفة يا جماعة انا ونايمة الصبح اكن حاجة وعمالة تنحت في قلبي ودراعي تقيل، ومديني برشام سيولة والله، ومديني برشام الضغط، وباخد علاجات كتيرة ولا عامل لي اي نتيجة. تعبانة الحمد لله على اللي يجيبه ربنا، كل اللي يجيبه ربنا كله كويس. معلش بقى اللي انا ايه صوتي تعبان وما طلعتش كذا فيديو كده. معلش يا جماعة، معلش انا اسفة. الحمد لله على كل شيء. بنقطع البطاطس اهي اللي بنلاقيها طويلة كده بنقطعها، وبعد كده ايه هنحطها تاني كده ونقطعها شرايح، وبعد كده ايه هنربعها كده. الحمد لله على كل شيء يا دي جماعة. كنت بوريكم قد ايه الحجم ما بين دي ودي. الحمد لله الحمد لله. يا رب يا رب اشفيني يا رب، اشفي كل مريض. حطوا له لايك واشتراك وفعلوا الجرس ها عشان القناة تكبر، والنبي يا جماعة عشان انا محتاجة القناة تكبر يا جماعة، محتاجة الرزق الحلال بإذن الله يا رب. حطينا البطاطس اهي بتتقلي. معلش بقى هنا بقى اتحمرت زيادة شوية. البطاطس طبعا بتاعت المسقعة ما بتتحمرش قوي يعني. الخطة التانية ايه طبعا ايه مش هنحمرها جامد. هنا زعقت لي قالت لي لا يا بابا متحمرش قوي كده. اهي الخطة التانية اهي. الحمد لله على كل شيء. ادعوا لي يا جماعة ربنا يشفيني يا رب في الايام المفترجة دي يا رب، ويشفي كل مريض ويشفي كل مريض يا رب. اهي الحطة اهي نص تحميرة اهي بنشيلها اهي، وبعد كده الحمد لله. بتقولي دي احسن عشان ايه لما احط الصلصه تشربها، دي كده بتبقى حلوه. دي كده حتى لما تيجي تاكليها تلاقي طعم البطاطس. التانية دي بتاعت اللي بتتاكل جنب الجبنه دي. الحمد لله. حطيت الشطه اهي بتتحمر وهنشيلها اهي. اهي هنطلع حطة الشطه اهي وهنحط البتنجان يتقلي باذن الله. صلوا على النبي يا جماعه. اهي اخر حطه في الشطه دي، وبعد كده البتنجان هنعود نقليه اهو. البتنجان اهو ده ايه الآلية بتاعت البتنجان. في كذا طريقة للمسقعة بإذن الله. اعمل لكم الطريقة التانية بإذن الله اهو. اتقل اهو اهو. بس دي مسقعة يعني ايه ديت اللي على قد الايد دي. في ناس بتعملها طواجن. حمرنا اهو التوم الجديد ده واهو، وهنحط ايه بتاع ديت معلقة خل. على فكرة انا خدت من التوم شوية برضو. خدنا معلقة توم من قبل ما احط معلقة الخل اهي. قلبنا المسقعة كلها على بعضها وسبكت الطماطم وحطينا شوية بتاع ديت بتاع ده كمون، شوية كمون، معلقة كمون، واهي غليت غلوة وغرفنا منها للأكل. وعملنا شوية ملوخية ناشفة. ده أول يوم. ده أول يوم. كنا واكلين ملوخية ناشفة وبتاع ده. وده تاني يوم. ده تاني يوم بقى. طيب حطينا ملوخية على شوية كانت عندي واحدة رنجاية في الفريزر نضفناها وحطيناها ايه. ده غدوتنا التانية تاني يوم. ده تاني يوم بقى. معلش. الحمد لله على كل شيء. يلا يا جماعة الحمد لله. السلام عليكم. مع السلامة حبايبي.